البوكس ده فيه ايه؟ مش كل البوكسات فيها ورود وفيها دباديب، حيث أثبتت الدراسات أن أقرب طريق إلى قلب المرء معدته. وأنا بقى كميادة بأكد الدراسة دي، لأن أنا بصراحة من مؤسسيها، سواء كان بقى المرء ده ذكر أو أنثى. الهدية الجميلة الشيك الحلوة دي راحة لبنوتة اسمها فاطمة، واللي بعتت لي ان انا اوديها لها الصراحه واحده صاحبتها، وانا مبسوطه جدا ان في علاقه بين اتنين اصحاب توصل للدرجات دي يعني. مش عارفه اعبر عن شعوري، بس في المجمل كده انا مبسوطه. هي كلمتني وقالت لي ان هي عايزه تودي لها محشي بتنجان وحمام، فطبعا انا ما سكتش. اسكت انا؟ لا 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 لا, لا ما اسكتش. فقلت لها خلاص، ايه رايك نقدمها في بوكس هدايا، بحيث ان هي ما تعرفش من اول مرة ان الهدية دي عبارة عن ايه. وهي بالامانة العميلة يعني كانت عندها ثقة كويسة جدا فيا، وقالت لي اللي انت عايزاه اعمليه، انا من ايدك دي لايدك دي. ومن هنا بقى بدأت بقى ايه، اتخيل وهي بتفتح البوكس ومفكرة ان هي هتطلع دبدوب او ورد او هدية او ايا كان الهدايا المعتادة. بس ارجع واقول ان اقرب طريق الى قلب المرء هو معدته. وعلى رأي حكيم الحكماء، اللي يحبنا يدلع كرشنا. انا عن نفسي اللي يحبني يبعت لي حاجة كلها، فسيخاية، محشياية، حماماية. الاكل يا جماعة حاجة كده بتظبط الدماغ وبتعلي هرمون السعادة حقيقي. مبسوطة قوي 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 بالهدية وبالتجربة، هي فرحت بيها جدا جدا جدا. وبصراحة بقى اكتر حاجة بسطني في الموضوع ان اللي طالبة الهدية مش من بلدي، هي من بلد جنبي، بس اللي هتاخدها من بلدي. فدي حاجة تشرفني وتفرحني قوي قوي ان انا اكون عند حسن ظنكم وعند ثقتكم فيا. وبجد انا مبسوطة قوي 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 بالتجربة. كل سنة وانت طيبة يا فاطمة. ويا ريت بقى يا جماعة نبعد عن الطرق التقليدية في تقديم الهدايا، وتيجوا الميادة وهي تظبطكم. اشوفكم على خير، مع السلامة.